يا أهلا بيكي. قبل ما نبدأ، خليني أقولك حاجة مهمة. علشان تفهمي الضيق والحزن اللي جواكي جاي منين، لازم تعرفي العقل الباطن بيعمل فيكي إيه وبيأثر عليكي إزاي. العلماء أجمعوا من زمان إن معظم الاضطرابات النفسية أساسها وسواس. علشان كده سموه الوسواس القهري، الوسواس، التوتر، الأفكار اللي بتلاحقك، الحزن اللي مش مفهوم سببه. واللي محدش واخد باله منه إن جزء كبير من الوسواس ده من الشيطان. إحنا بني آدمين، والشيطان مش عارف يعمل معانا إيه غير إنه يفضل يشدنا للحزن. طول الوقت عايزك زعلانة، مهمومة، متوترة، حاسة إن في حاجة ناقصاكي. حتى لو مفيش حاجة، تسألي نفسك: هو أنا ليه مش مبسوطة؟ ليه مكتئبة دايما؟ ليه زهقانة ومخنوقة من غير سبب؟ الشيطان بيرمي فكرة سلبية، العقل يصدقها، والعقل الباطن يحولها إحساس، ومن هنا يبدأ الضيق المستمر. بص للمثال ده: ست متجوزة، عندها بيت وأطفال، ربنا مكرمها بنعم ناس بتتمناها، لكن الشيطان يخلي تركيزها كله على تعب البيت، على الزحمة، على الصراخ، فتنسى النعمة وتفتكر الوجع بس. أو واحد شغال في وظيفة مش عاجباه، شايف بس عيوبها، وناس إن في غيره قاعد في البيت من غير دخل. أو واحدة كانت بتدعي للجواز سنين، ولما ربنا كرمها بدأت تشوف بس التعب والمسؤوليات، وتنسى إنها كانت بتحلم توصل للحظة دي. دايما الشيطان يجذب عينك للحاجة الناقصة، مش للحاجة الموجودة. ولو ما وقفتهوش هيفضل يغرس جواكي أفكار سودة، والعقل يصدق، فيتسجل جواكي حزن وضيق بدون سبب واضح. ومن 100 سنة العلماء اكتشفوا الوسواس القهري، لكن من 1400 سنة ربنا قالها بوضوح: إنما النجوى من الشيطان. النجوى يعني الأفكار اللي بتتسلل لجوه دماغك، الأفكار اللي تسرق منك الطمأنينة، الأفكار اللي تخليكي حزينة من غير سبب. وربنا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال: واذكر ربك إذا نسيت. وقال: فاذكروني أذكركم. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كل الآيات دي بتقولك إن مصدر الطمأنينة مش بره ومش من الناس، الطمأنينة من فوق، من رب العالمين. وعلشان كده الحل الحقيقي: اذكري ربنا، افتحي قلبك للذكر، رجعي عقلك الباطن للنور مش للوسواس. لما تذكري ربنا أفكارك بتتهدى، الضيق بينسحب، والشيطان ما يقدرش يدخل قلب مليان نور. دايما لما تذكريه ربنا بيحميكي، بيسندك، وإيده ممدودة ليكي حتى وانتي مش واخده بالك. فيا حبيبتي، ارجعي لربنا، املي دماغك نور وطاقة إيجابية، اقري قرآن، وأول لما تيجي أي فكرة سلبية، أي فكرة مهما كانت، قطعيها فوراً بالذكر. الأفكار السلبية كتير ومش بتيجي بسهولة، دي بتقتحم دماغ الواحد، تخيلات وسيناريوهات ومخاوف ملهاش أي أساس. ممكن وانتي قاعدة تتخيلي مصيبة، حد بيحصل له حاجة، ابنك، بيتك، صحتك، وتلاقي قلبك اتشد فجأة من غير أي سبب. بس اللحظة دي لو قلتي: إن ربي سيهديني، الذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، هتحسي براحة، راحة جوه القلب، راحة ما تتوصفش، لأن الذكر بيقطع السلسلة اللي الشيطان بيحاول يربطك بيها. الحل يا بنتي مش دواء، لأن مفيش دواء للحزن العميق، ولا للضيق، ولا للهم اللي مصدره الأفكار. الحل الوحيد هو قربك من ربنا، قربك من النور، قربك من السكينة اللي محدش يعرف يديها غيره. في ناس أغنياء سعوا وتعبوا وطلعوا الجبل لحد آخره، وفاكرين لما يوصلوا هيلاقوا السعادة،
وبعد ما وصلوا اكتشفوا إنها مش هناك، ولا في الفلوس ولا في الشهرة ولا في النجاح. السعادة الحقيقية في الرضا، في المعنى، في الأفكار اللي بترفعك مش بتوقعك، في إنك تقول لنفسك كل يوم: أنا هقوم، أنا هكمل، أنا هكون أحسن، أنا السنة دي هفتح باب جديد، أنا بفضل الله هبقى الأفضل، يا رب أنا متوكلة عليك. لما تعملي تحدي مع نفسك وتربطيه بتوكلك على ربنا، هتلاقي الدنيا بتمشي والأبواب بتتفتح والطاقة بتتغير، لأنك سلمتي أمرك للي عمره ما خذلك.